الأهلي ردا على كل ما يقال حول رغبة المدرب الدنماركي في عمل غربلة في الفريق في شهر يناير كلام غير صحيح. خرجت بعض الأكاذيب تؤكد على أن المدرب الدنماركي جيس سوروب يرغب في عمل ثورة وغربلة في الفريق برحيل عدد كبير من اللعيبة والتعاقد مع صفقات جديدة خاصة على الصعيد اللاعبين الأجانب، وأنه عاوز يختار الأجانب هو بنفسه وليس اللاعبين الأجانب الموجودين حاليا ما عدا بن شرقي أو بن رمضان. ليرد النادي الأهلي على الكلام ده وينفيه تماما، حيث أكد مسؤول النادي الأهلي على أن المدرب الدنماركي جيس سوروب حتى الآن ما يعرفش أسماء اللعيبة كلها، يعني لسه مش عارف لعيبة النادي الأهلي ولا يعرف إمكانياتهم عشان يقول مين اللي يمشي ومين اللي يقعد. فكل اللي بيتقال بقى عن وجود غربلة ولعيبة هتمشي ولعيبة هتقعد، كل الكلام ده ليس له أي أساس من الصحة. وكمان للمرة العاشرة بنأكد لحضراتكم مفيش حاجة اسمها المدرب يقول للأهلي أو يقول لأي نادي في العالم ما تجددوش للعيبة دي. كل اللي اتقال ان المدرب قال للأهلي ما تجددوش دلوقتي للشحات وعبد القادر، كل ده هبد في هبد، كذب في كذب، لان زي ما قلت لكم من اول لحظة اللعيبة دي اصل من اصول النادي بس هو اللي حقه يجدد للعيبة. وبعد كده بقى لو المدرب مش عايزهم خلاص النادي حر يبيع اللاعب يطلعه إعارة، لكن مسألة التجديد دي حق الإدارة فقط، المدير الفني ملوش أي دخل فيها.